اتشرفت بالفنان الجميل هاني شاكر. لما الفنان هاني شاكر الجميل كلمني ما كنتش مصدق نفسي الصراحه. قال لي يا كابتن زياد انا هشتري كلب ولكن انا عايز ابتدي من اول يوم يكون الموضوع صح، فنعمل ايه؟ قلت له اليوم اللي الكلب يكون داخل فيه البيت اكون متواجد معاك فيه عشان احدد المنشأ على طول وما يحصلش اي غلطات. الكلب دي كلبه بومرينيان عندها 55 يوم وما شاء الله عليها زي ما انتم شايفين كده. كنت بخرج الطاقه بتاعتها الاول ولكن كانت ضحكتها زي السكر ولعبها زي العسل، فما اضطريتش ان انا اجري الفيديو خالص عشان تستمتعوا بالعسل والسكر اللي انا شايفه ده، ما بقاش شايفه لوحده. زي ما انتم شايفين هنا ابتديت اخرج الطاقه بتاعتها، وقلت لكم قبل كده ان احنا بنخرج الطاقه بالموضوع ده عشان نعمل 3 انواع من الارهاق: ارهاق ذهني ان الكلبه تحاول تصطادها، وارهاق عضلي ان الكلب في كل مره بتحاول تمسكها بتفلت منها، وارهاق كمان للفك بحيث ان احنا نكون شغلنا كل العناصر بتاعه مخ الكلب وجسمه، وكمان فكه عشان ما يبتديش ان هو يعضعض فينا ويلعب معانا بعد عضه، فكون انا كده ابقى عارف ان ده وضع طبيعي. عشان كده ابتديت ان انتوا زي ما انتم شايفين كده بعد ما خرجت الطاقه ابتديت اشتغل معاه تحديد المنشأ. كلب 55 يوم هتشتغل يا كابتن؟ تعال نشوف. انتوا خدتوا بالكم؟ جايب لكم حاجات والله العظيم. حبيبي استنى يا حبيبي استنى اطلع استنى حبيبي بصي كلوبة 55 يوم. الكلبة دي لسه جايبينها أول دخولها البيت. هقول لكم هي بتاعت مين ولكن هخلي المفاجأة دي في الآخر. الكلوبة دي لسه 55 يوم وأنا بقول لك إن الكلب بيبتدي من 35 يوم يبتدي يعمل نظريات انعكاس عن طريق الأم. في ناس كتيرة هتقول لك لا ما حصل. ثانية واحدة عشان بشرح الموضوع. ثانية واحدة. ببتديت إن أنا أول ما ابتديت أشتغل مع الكلبة أول لما دخلت ابتديت أحدد لها المساحة بتاعتها